تخيل أنك تصلي وتصوم ولكن تمنع من دخول الجنة. يا الله، لماذا؟ لأن هناك فيك صفة موجودة تمنعك من دخول الجنة. إيش هذه الصفة؟ قبل أن أقول لك هذه الصفة، شارك هذا المقطع لتنفع غيرك ولتنبه غيرك، فالدال على الخير كفاعله. أسأل الله من نشر هذا المقطع لينبه غيره أن يحرم الله وجهه على النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة، الله أكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الله، راجع نفسك. هذا الشيء لو موجود فيك أنت أعلم بنفسك بنفسك، فراجع نفسك قبل فوات الأوان. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم وأحبابنا من أهل الجنة. السلام عليكم.